أهلا وسهلا البنات وصباح الخير أو مساء الخير، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن شاء الله خياتي خواتاتي نلقاكم بخير في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. لا نتوما لا الناس العزاز عليكم، طمنوني عليكم يا خياتي على وليداتكم انتوما بالذات. ان شاء الله نلقاكم بخير، لانه بينا احنا كل شيء يستمر، وإلا احنا ما كانش كل شيء يوقف في نقطة واحدة، لذلك انتما هما الأهم. أنا يا البنات، شوفوا، قبل كل شيء ما تنساوش دعموني، ديروا لي لايك، خليوا لي تعاليق شابين بحالكم، وربي يحفظكم، واشتركوا معايا لانه محتاجه تنضموا معايا ان شاء الله. نقول لكم واش صرالي في قناتي الاخرى. صراحه ما نكذبش عليكم، يا كنت قلت لكم بلي عندي مشكل وما قدرتش نحلو، السبب التليفون اللي كان عندي هذاك اللي فسد لي. ان شاء الله نحكي لكم واش صرالي بالضبط، ولما مديتها يخدمها لي وكيفاش صراحت لي. لا علينا، على كل حال البنات، كما العاده والعوايد الصباح، نيتواياج تاع الدار نبداو به هو الاول. انا الاغلبيه خياتي مثلا لو كان نكون حابه ندير ماكله ثقيله ما تلقاونيش نبدا بالشغل تاع الظهر هو الاول. نكون معكم صريحه، نبدا بالغدا، لانه لو كان نبدا بالشغل تاع الدار، انا الدار كبيره الله يبارك، كتديري الوقت بزاف والجهد. ايبا نحب نحط الماكله ديالي ديال الاولى، نبدا بها، نوجد غدايا، نخليه يطيب ونروح نخدم شغلي كل مره واش نخدم. فهمتوني خياتي؟ هذه هي وهذا هو. لذلك تلقاوني يعني ما نصورش معكم بزاف في الماكله، الى انه راكم عارفين هنايا البنات. الزوار ديالي كنت غسلتهم، يا خياتي، وغسل انا درت الروطاج باش غسلت الزوار، ما غسلتهمش كما العاده كما تخرج الصيف نغسلهم من لا. ديجا كانت هذيك الحراره وكل شيء، واحد الله ما قدر يخدم حاجه. من بعد غسلتهم كامل مع بعضهم، يعني كي نقول لكم غسلت الخفاف وحديهم، ومن بعد الخشان غسلت زوج، واللي قعدوا لي كامل غسلتهم فرد نهار واحد. يعني خلصهم هما، غسلت لي طابي، نحيت كل شيء من الطريق. وما نكذبش عليكم، مره على مره يا خياتي نخرجهم يتشمسوا. راكم تسمعوا في بيا، راهي مع روحها، راهي مخاسمه مع روحها، راهي تاوش مع روحها، راهي مع الالعاب ديالها، مع حساك راهي دايره بحاله وتبكي منها روحها تخاصم. المهم كي تسمعوا صوتها ما تلوموش عليا، هذا ما كان. هنايا من بعد البنات وليت طبقت حويجات وليداتي. دروك على بالي بزاف تبان لهم بلي انايا مالك ما نعرفش نطبق الكش، ولا لا، انا نعرف نطبق الكش، ولكن كيعود عندي شغل بزاف البنات نطبق تاع خفوفين، نطبق برك. اما التطباق والله نطبقهم على حقهم وطريقهم لو نحب فيهم ونتقعد لهم. اما كي نعود عندي شغل بزاف ولا مصباح وانايا مع شغل، ما نقعد لهمش نطبق برك الحوايج. المهم نحيهم من الطريق وما نخليهمش في وجهي. وكذلك البنات، الخزانه تاع وليداتي حتى هي كانت حالتها. دروك هذا فيديو شويه قديم، ولكن دوك حاليا ولا هما اللي يطبقوا كشهم، انا نعيد لهم هما دبرواسيهم يرتبوا كشهم، لازم يتعلموا. لما بين ان شاء الله الطفله يتكبر وتولي تعرف. اما الطفل هاد الساعه هو كيطبق كيعاون، مي مرات خلاف راكم عارفين كي يكبروا واش باش يعاونوكم، غير ما تستناوش منهم يعاونوكم، نتوما اللي تكلفوا بها. لا علينا. هنايا خلصت انايا، قعدوا لي حاجات كلال طبقتهم، نحيتهم من الطريق واستفتهم، وحسيت بواحد الراحه. واش نقولكم، لا اله الا الله محمد رسول الله. سبحان الله، اروح حاجه عندي نشوف داري نقيكه ونروح نريح، كي نرتاح نحس بالراحه. ولكن مع كون عندك وليداتك والله الا شويه صعيبه يا خياتي، ما سهلاش. هنايا رحت للخزانات تصدمت يا خياتي. اول حاجه مسحتها، ما صورت لكمش، مسحتها من الفوق لتحت، ولانه الخزانه يا البانتوره ديالها ملسه نتاع الزيت. عديت عليها بحن شيشفه وشويه جافيل، ما درت لهاش البرودوي تاع الخزانه. علاه؟ لانه حسيته ما كاين حيليش الوسخوه، ودرت شويه جافيل، شويه ماشي بزاف.
على بالي بلي هو ماشي مليح يصفر، ومسحتها كامل بيه وعاودتها صفيت وسمو الطرشونه وعاودت مسحتها باش تروح هذيك باش ما يقعدش لاجافي لاصق فيها، ورجعتها تولويله. ومن بعد وليت يا خياتي دوزت لداخل الخزانه، راكم تشوفوا لقيتها حالتها حوايج بيا. مثلا كنقول لها لبنتي سيدرا جيبي لي قنيدره ولا ما يعرفوش يروحوا يجبدوا يرويوا الحوايج ما يخليوهمش في بلاصتهم منظمين ما والو، يعني لازمهم يعني يفسدوا الشيء اللي انت خدمتو تعبت عليه. المهم حبايبي هنايا البنات كوبيت معكم وعاودت رجعت على جال سيليا ليسونسيال. بعد ما خملت وكل شيء وكملت اللهم لك الحمد وفرحت يا خياتي، فرحت اقسم بالله، حسيت بواحد الراحه من بعد شي اللي لقيتو. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. علاش؟ لانه بيا يا خياتي سيحت لي الايزيس كان فوق الطابله، سيحتولي كنت زعما رايحه نفرغو في حلابواط، جات هي غفلتني وسيحتولي وصبحت يا خياتي عاود سيكت الهول. وفي نفس الوقت استغليت الفرصه، هذوك لي تيروال تاعي كانوا موسخين وما منظمينش، كانوا منظمين ولا ما منظمينش لانه احنا نساء اجبد رجع تعرفوا الحاجه كي نجبدوها ونعاود نرجعوها ما ترجعش كما كانت. المهم لا علينا، وكان عندي شحال يعني ما نظمتهمش وما دحتش عليها، والله لا عندي بزاف قلت نقوم ليهم. وفي نفس الوقت استغليت الفرصه، كنت ندوس بلاصه اللي منين حاطه فيها الطابونه والقريع نتاع الغاز وكل شيء. شوفوا حبايبي انايا الكوزينه ديالي ماهيش موسخه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ماهيش موسخة وما عمرهاش كانت موسخة. أنا ما نخليش الوسخ يدور بيا، إلا إنه البنات سيما تبان لكم باللي موسخة ويا ما موسخاش، فهمتوني؟ بإذن الله يفرج ربي إن شاء الله، سواء عليا ولا على أي وحدة بإذن الله يا خياتي، ونخدم المطبخ ديالي ويولي الله بإذن الله، وتولي كل حاجة في بلاصتها. ممكن كي تشوفوا هكذا يبان لكم فيه الفوضى، ولكن ما فيش الفوضى. وأنايا كان الزوج حاب يخدمني البوطاجي وانا اللي ما حبيتش، قلت له ما تخدموليش وما عندك علاه تخدمولي، دروك انايا نروح نخدمو من بعد نولي نكسر والى اخره. خليه كيما راه مليح، ما نمسو ما ندوح عليه، سيفرج ربي ان شاء الله باذن الله ونخدموه على ضربه. ايضا بخصوص المطبخ الواجد، علاش انا نفضلوا على اللي بدي؟ لانه هو حتى واذا ما يدومش مرات خلاف تبل من هذيك الحاجه تقدر تغيرها، فهمتوني؟ تجي في بال في خاطرك ولا في بالك حاجه مطبخ واحد اخر، لانه احنا كل عامين كيتبدلوا المطابخ نبدلوه تجينا سهله، فهمتوني خياتي؟ ما تجيش صعيبه علينا اننا نبدلوا المطبخ، فهمتوني؟ كي نحبوا نغيروا الذوق نتاعنا نغيروه، هذه هي على بها مليح. اما نتاع البني ماشي ما دايمش ولا مليح، حتى هو من مرات خلاف حتى هو يعد في التغيير. باش تبدلي حاجه لازمك تكسري، هذه هي وهذا هو الفرق، فهمتوني؟ المهم لا علينا حبايبي ان شاء الله غير ربي يسهل علينا بارك ويسهل على كل مؤمن باذن الله، وكل واحد يفرجها عليها ربي. هنايا التصوير نسيت على روحي، ما صورتش بالاتش دي، صورت بلاطاي الضعيفه على بها تجيكم شويه الصوره ماشي شابه كما في البدايه تاع الفيديو في النهايه تاع الفيديو، غير هنايا شويه جات الصوره ضعيفه. بعد ما كملت خياتي وليت رتبت المعن نتاعي خاطر ما غسلت هذه السله، نحيتها حتى هي من الطريق، نحيت لها لوسه. المهم لازم كي تحط يدك في المطبخ ما تخدمش حاجه وحاجه ما تخدمهاش، يا تخدم كل شيء على بعضه يا ما كان لا، يا سينو تخدم شويه هنايا وشويه لهيه، فهمتوني؟ كشغل اليوم تخدم شويه وغدوه تخدم شويه وانتي خلصت. بعد ما خلصت لميت هذاك لومو اللي سيحت لي بنتي كاع ولا الايزيس هذاك،
تاع الغبره، وغسلت الطابله نتاعي دكباله ومن بعد عاودت رجعت للصالون اللي منين كنت، لانه الصالون مجبود ما ينضرش، هو ديما جاي في الدخله كي شغل ما ينضر لا بالماكين سياق ولا تبع، يعني ما ينضرش. وليت لميت هذيك البصله كامل وخدمتها على هذا الشكل، لانه انا ما نعرفش نخدمها خياتي، انا لويساتي يعرفوا يخدموها. انا البصله ديالي كنت ديتها للكراج تاع لويستي، حطيتها تما نشفتها تما. ما جبتهاش لها من الدار الصراحه، جبت غير حاجات كلال باش في نفس الوقت باش نطيب. المهم ديتها للكراج ومن بعد كي نشفت خدمناها مع بعضياتنا انا ولويساتي، وكنت صورت لكم وبارطاجيت معكم في الفيسبوك والانستغرام، حطيت لكم الفيديوهات. وعدت لكم حتى الطريقه كيفاه نخدموها، ماشي بعد الطريقه كاين زوج انواع تاع الطرق. الطريقه الاولى راح تشوفوها عندي، وكاين ثاني واحد الطريقه راني كنت ديجا خدمتها معكم بارطاجيتها وعلقتها برا ووريت لكم انا والزوج كيفاه درنا لها، فهمتوني. المهم هذوك الفيديوهات فيهم 3 دقائق ما ديباسيش في الفيسبوك صراحه، لانه راني وليت حتى تما فيديوهات طويله. لا علينا، على كل حال انا تعذبت شويه معها هنايا، خدمتها انا بالعاني، راني ندير لكم هكذا الفيديو باش تشوفوني كيفاه راني نخدمها ونخلي لها الخيط، شفتوا كيفاه نربطو ونخليها كذا على هذه الطريقه. ومن بعد ساعات كي نعلقها باش ما تطيح ليش هذا مكان. بعد اللي تلميت هاد الشيء كامل خرجته حاشاكم من برا وشعلت فيه النار، ما خليتوش، ما نكذبش عليكم، غلقت الدنيا ديالي، غلقت الطيق البيبان وشعلت عليهم النار باش بس تخليش الريحه نتاع الدخان للدار. وليت كنست ومسحت الصالون، هذا هو الصالون تاعي، مازال ما مبنترش لانه انايا كي سكنت في داري، نحط لكم فيديوهات تاع الدار تاع البني. المهم كي سكنت انايا في داري الصالون كان ما فيهش لا دار دوسول، كان ما فيهش لا دار دوسول، كنت شاركت معكم باللي ما فيهش لا دار دوسول. من بعد كي سكنت تما طولناش وخدمنا، على بالكم انا لا دار دوسول حطها هاد الزوج هو اللي ركبها، ما جبناش اللي يخدمها. جا واحد، شوفوا كنا هضرنا مع واحد قال لك هي ودهنا غير فيه هي، وحنا لازمنا نجيو نسكنوا صاي، ماني نقعدوش قاعدين نستناو. من بعد ديك ساعات الزوج جاب صاحبو عادلو كيفاش يركبها، وجاتو سهله راجلي لانه راسو خفيف، ركب هذا والله يبارك جات تهبل ما شاء الله. ودرتها في الدار كلي، يعني كاين اللي قالوا لي علاش ما درتيش في المطبخ لون واحد اخر، انا ما نحبش الالوان والتغنجيك هذاك، نحب كل شيء كي بعضو احسن، كي تخليها تلقاها فخامه. هذه هي وهذا هو. خدمنا لا دال دو السول، قعدت لنا البانتوره، كنا شرينا البانتوره وكل شيء، وعلى اساس اننا نبنترو الصالون وبدينا نحيولو نخدمو فيه وكل شيء، ونخدمو في الحيطان نملسو فيه، الى انه من بعد ديالنا تلقينا البياض نتاع البانتوره كسروا من تحت وما فيكنا لهمش، والبانتوره سالت كامل تحت الدروج ما فيكنا لهاش. ما قدر ما بنترناش، وكنا نهار يفرج ربي نخدموه على الصح، ما نمسوهش خليه يقعد. ما في خاطري حتى البلافو باذن الله بالك حتى هو نبدلو، فهمتوني خياتي، البلافو هو ونتاع المطبخ ان شاء الله، فهمتوني خياتي. هذه هي. ومن بعد خرجنا هنايا للجردة انا والزوج، زدنا نحينا شويه تاع الطماطم، شويه فليفله، شويه تاع الباذنجان، رطبت الطماطم ديالي في حسليله وحديها هنايا، وايضا الفلفل حتى هو حطيته في السويشيات وخبيته. الباذنجان ما نحيتش بزاف. وكان هذه هي وهذا هو. ندير لكم جوله خفيفه في دويرتي هنايا، نقول لكم ان شاء الله الفيديوهات ديالي تنال الاعجاب تاعكم، وان شاء الله يا ربي تدعموني ونلقى اقبال على القناه ان شاء الله. واي حاجه تعجبكم ولا حطوها لي في التعاليق، ونقول لكم تهلاو في رواحكم ودمتم في رعايه الله وحفظه، ونتلاقاو في الفيديو جاي. وقبل كل شيء خياتي شوفوا الاشتراك في القناة تعيشوا باش تكملوا الشروط، وايضا المشاهدة للفيديو حتى النهاية باش نكمل تاني 4000 ساعة تعيشوا. هنايا البنات قبل كنا رحنا لدار اخت راجلي،
سيقنا لها شوية الدار. رحنا مع بعضياتنا يعني عيطوا لي باش نصور، كتر خيرهم يعطيهم الصحة. صراحة انا كنصور كلشي باذنهم، حتى كنشاورهم باش كنصور ولا نحط فيديو. ما نقدرش انايا نصور دار انسان هو ما راضيش، حتى كنستأذن كتقول لي صور. خلاتني نصور دارها من فوق لتحت وقالت لي صوري واش يعجبك. هيا ديك ساعتي هنايا قبل لا نحط لكم من بعد الفيديوهات تاع دارها والى اخره. انتظروني في جولة في دارها ان شاء الله. تهلاو في رواحكم، دمتم في رعاية الله وحفظه.